يستعد الدفاع الحسني الممثل الوحيد للكرة المغربية قاريا يستعد لمباراة العودة أمام الأهلي المصري في الدور الأخير المؤهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية. غيابات عديدة في صفوف الفريقين ورغبة مغربية في تحقيق مرور تاريخي. مراسلنا ياسين معراش والتفاصيل. قبل انطلاق لقاء العودة في الدور الأخير المؤهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية، يصل النادي الأهلي للمغرب بفوز صغير قبل قمة حارقة أمام الدفاع الجديدي. الأهلي يطمح للاستفادة من خدمات المهاجم المصاب ناشي جدو أمام الدفاع، فيما سيكون الحارس شريف إكرامي جاهزا لحراسة عرين بطل إفريقيا. في البداية احنا بنقول الحمد لله ان احنا اولا حققنا المكسب. تاني حاجة احنا سعداء بوجودنا في المغرب، بلد الضيافة والكرم. يمكن النتيجة مش مريحة بالنسبة لنا، انما ايا كانت النتيجة كرة القدم فيها كل حاجة. بنلعب فريق محترم مقدرينه كويس جدا ومهتمين بيه وعاملين حسابه كويس، لانه يمتلك مدرب قدير عنده مجموعة من اللعيبة المميزة جدا. فانا بقول لك ايا كانت النتيجة في القاهرة، الصعود لن يحسم الا في المغرب بغض النظر عن النتيجة. يمكن تكون النتيجة مش مطمئنة لينا، ولكنها ايجابية في يعني في اهم شيء انها ايجابية بالنسبة لنا يعني. الدفاع الجديدي بسلاح حماس لاعبيه ودعم جماهيره يستعد لتجاوز الهزيمة ذهابا، لا سيما مع استعادة المحترفين الجابوني لانغوالاما وتشادي سماح، كما يستمر غياب قائد عادل صعصع المصاب وسليف كايتا. في كرة القدم اللي ما يكونش متحفز باش يتأهلوا باش للتحدي يقعد في داره، ما يسقاش يدخل الميدان. قادرين احنا، توفيق من عند الله، لكن المجهود باش يكون، الإرادة باش تكون، العزيمة باش تكون. نلعبوا 90 دقيقة من اللي تبدأ حتى يصفر الحكم من نهايتها، ما نهبطوش يدينا، والتوفيق من عند ربي وإن شاء الله يكون. هذا ما كان. الحمد لله، يعني لا الجمهور الجديدي ولا الناس اللي يتبعوا المقابله راضين على النتيجه اللي حصلنا عليها. يعني واخا اننا يعني خسرنا ب1-0، يعني ما يمنعش اننا درنا واحد المقابله كبيره. نتمنى ان شاء الله اننا نعوضوها ان شاء الله في الميدان ديالنا ان شاء الله امام الجمهور ديالنا، ونتمنى ان شاء الله تكون شي نتيجه اللي تفرحنا ان شاء الله. غيابات في صفوف الفريقين ومواجهة تاريخية للدفاع الجديدي أمام أكثر من 15,000 متفرج في أول مشاركة قارية. الضغط سيكون كبيرا على الممثل الوحيد للكرة المغربية في المنافسات القارية. ياسين معراش، بين سبورتس الجديدة.